بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم، صلاة وصيام مقبولين إن شاء الله. جمهوري الكريم، سأكون اليوم معكم خفيف إن شاء الله في فيديو جديد مع الأستاذ عبد الله عبد اللطيف، نتناول فيه ما طرأ جديدا على الصعيدين أو على الأصعدة الدولي والعربي والمغاربي. طبعا راح نتناول الصعيد الدولي، ولأن الأمور اتجهت بشكل شوية خطير في فلسطين. حاولت نجعل اليوم فلسطين هي في الموضع الأول، لأن الأمور فيها تصاعد، فيها تصاعد كبير، واليوم خفضت التوترات. لأنه اليوم لما انخفضت التوترات لأول مرة بما يسمى جيش الدفاع الصهيوني لم يرد على الرشقات الأخيرة من المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة. هذا هو. وكذلك السياسيين بما يسمى بكيان الصوص ما بين قوسين بروا هذه العملية وبروا الفشل نتاع الدفاع الإسرائيلي، لأنه فيه الابارتايد، فيه عنصرية داخل. هذه العنصرية، هذه الابارتايد هي موجودة من 48، يعني مش جديدة، وإن كان طفحت للسطح لما بنيامين هذا الصهيوني نتنياهو بدأ يمارس في ويوضع في واحد السياسات معينة في القضاء في الاقتصاد كذا. وضحت الصورة الجلية بما يسمى هذا الشعب هذا اللي جابوه هذا من كل بلاصة ويقولون لنا الشعب المختار. الأقصى اليوم الحمد لله ما كانش يعني شيء تنفر منه النفس، يعني الإنسان تغيظه كي يشوف المصلين يعاملون نساء ورجالا يعني كبار في السن بتلك الطريقة. وإن كان العملية في الأقصى ما هي إلا محاولة للتغطية لما يدور ويجوب من تزعزع سياسي واقتصادي في بما يسمى بالكيان الصهيوني. ولكن المقاومة وكذلك حزب الله في الشمال فهموا مليح ما يجول في رؤوس الصهاينة الكبار المدبرين، وداروا الواجب وزيادة. وكذلك تقدمت السلطة الفلسطينية بكابين المفاوضين، هذاك بما يسمى السفير الفلسطيني لدى الهيئة المتحدة مع الأردن، وعلى ما أظن الأردن، بتقرير مفصل على الأحداث اللي صارت في المسجد الأقصى. وأن يقول احنا نوضع المجتمع الدولي حتى الهيئة المجلس الدولي عن مسؤوليات. وهذا الكلام هذا احنا وشبعنا منه في الحقيقة، احنا ونهضروه لأنه علاه نتكلموا عليه أنه قاعد يقع. ولكن يعني في التاريخ احنا والفنا بها الهضرة هذه، ودائما تجي في الفلسطينيين وما تجيش. يعني حنايا في الحالة هذه نتخيلوا برك جمهوري الكريم لو المسلمين ولا الفلسطينيين ولا أي دولة عربية كانت تعدات على كنيس ولا على معبد يهودي، العالم كامل يتزعزع ويقولوا لنا ضد السامية، وبالكش يجيو حتى يحتلوك إلا قدروا الوحيد. بصح وحيد يقدروا يحتلوه. على هذيك يقدموا في الخدمات بالمجان، وحنا على هذيك حنا باه نكونوا صراحة اللي مداير التطبيع يقطعوا باه ما نهضروا قد يعني باللغة الفصحى تاعنا تاع الجزائريين، وما يش دايما نبقى في مستوى الأكاديمي، يبقى الإنسان البسيط مش فاهم وش يصرى. هذا الكيان، قلنا الكيان هذا زادوا هذا اللي طبعوا معاه زادوا عطاو له شرعية.
إلا كان هذه العمليات اللي تصرات في المسجد الأقصى ويبقاو مطبعين لا إله إلا الله محمد رسول الله، نلغي. يا هما يلغيو العهود كامل. صار انت يهجموا لك على المصلين ويدخلوا بالصوابط المسجد الأقصى، تبكي العيون، تفيض دموعا في البلدان الإسلامية تاع الشعوب، وانت ما زلت مدير التطبيع ومسني لي زاكور معاهم. ما يسحقش. وانقذها وربي، ربي غفور رحيم معاهم. بعد ربي غفور رحيم تطبيع بعد خيانة قالش قيس سعيد رئيس التونسي ربي يحفظه. وبالكش حرام يعني بال انا مانيش مفتي على كل حال، نشوف فيها حرام. انا كي نشوف المسجد الاقصى يدنس بتلك الطريقه، ومحاوله لقلب يعني الانظار نتاع الراي العام العالمي والداخلي في اسرائيل تجاه الاقصى، ودول اخرى باقيه مطبعه وساكته، ومن بعد يجي هو مطبع، ومن بعد يروح للمثال. مثال يعني، وان كان الشخص اللي راح موش هو. على كل حال احنا كشعوب والله انا نهضروا الحق، لازم تتخذ السلطات اللي خذات الموقف نتاع التطبيع هي نفسها اللي تاخذ الموقف تاع فسخ اسقاط التطبيع. واقعد على روحك في السلطه اخويا، نزيد نبايعك انا. اقعد كي تسقط لي التطبيع نبايعك. سوى دوله واحده، ماهيش دوله زريبه واحده، هذيك ما نهضرش عليها. ولكن هاو الواحد يقبح يولي يتكلم، ما يبقاش يتكلم في مستوى يعني واحد، خاصة هو يشوف في فلسطين كي يعود الرصاص ويعود القتل ويعود والجرح وكذا، وكش ما بقى فيها اكاديمي وبقى فيها واحد يولي كيما نقولوا احنا بالدرجه على بلوط اللي يولي يهضر، او البلوط. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اسمحوا لي خاوتي نشرب قهوه. المهم اساتذتي الكرام، هذا ما اثار حفيظتي في فلسطين. نرجو من الله ان شاء الله يعاونهم، ونرجو من الله كذلك انه ما تستقرش الامور في كيان الصوص، وخلي يركب سفلها على عافله. الله لا يهز عليه. يا سيدي. ونتمنى هذا المحلل الصهيوني السياسي هذا القديم اللي قال المشكل الكبير راهو في موجود في الدفاع الاسرائيلي. ماذا بينا سيدي؟ ان شاء الله يكون في وسط المشكل الكبير، يكون في وسط هذا الجيش هذا اللي يظلوا اللي خايفين منه اصحاب التطبيع هذا. خلي يفرز خطر ما فيه عنصريه فيه كذا، ومن بعد نزيدوا نوضحوا شكون هما اللي حتى صبح في الجيش هذا تاع الدفاع تاع الصوص وفيه العرب. ومن بعد نوصلوا لها ان شاء الله، بعد ما نتكلموا على الصعيد الدولي ونتكلموا على النقطه هذه. ان شاء الله ربي يكون في عون فلسطين وفي عون الشعب الفلسطيني، وربي ان شاء الله يجازيهم خيرا، وراهم واقفين في الصف الامامي على كل المسلمين وعلى كل مسلم ومسلمه في كل بقاع العالم تقديم المساعده ولو بالدعاء للشعب الفلسطيني والأقصى المبارك. هذه على الصعيد الدولي إخواني، باش يعني ما نتوسعوش بزاف وماش ما نكونوش يعني استراتيجيين كبار. الأمور واضحة. اللقاء نتاع الصين اللي راح ليه خونا الجوفرنور، كما سمته الصحافة الفرنسية المعارضة، لأنه سمته جوفرنور دو فلوريد ماكرون، ومعاه فاندر لاين هذيك والله ما يسمى رئيس الاتحاد بوزنزل هذيك رئيس الاتحاد الاوروبي. انت كي تعود فرنسي كيما هما اللي يهضروا عليه، احنا تبعنا الصحافه الفرنسيه واش قاعده تتكلم. احنا ما جبناش من عندنا. قال لك صبح الرئيس تاعنا سيتان غوفرنور في تاع فلوريدا ولا تاع كاليفورنيا تاع الولايات المتحده، يمثل الولايات المتحده. هو اللي راح باسم يعني واش طالب الولايات المتحده قاعد يعاود فيه ماكرون شي شينغ بينغ وتشي
عنده والصين بشكل عام عندها خاوتي، عندها تفكير يعني رايح لبعيد، عندها استراتيجية عالمية، خاصة في قضية القطبية وقضية الدولار وقضية الاقتصاد وقضية هذه السيادة والتدخل الداخلي والسيادة الوطنية والحريات هذه اللي ديرها انت مش ما تمثلنيش انا. هذه بكل الصين، هذه هي الوحده نتاعها. وهذا ماكرون يروح يعاود في الهضره نتاع اللي يهضرها الامريكان وما يقبلهاش الصين، يروح يعاودها له ماكرون هي نفسها. وبالتالي لو كان شفتوا في الجلسه فاندر لاين هذيك تاع اوروبا مقابلته على في الطاوله الدائره الزرقاء هذيك في الاجتماع، وهو على جهته اليسرى، لانه فعلا قايد تاع عالم، ولا قايد تاع عالم. الصين قايد تقدر تقود العالم في كل يعني وبالحق، بالحق. وفاندر لاين نفسها وكانها وتشي على بالكم واحد رئيس حزب شيوعي يعني ورئيس الصين ومنتخب طول العمر يسمع ليهم بركه كيما التلاميذ. تسمى الصين الشعبيه قوة بشرية، قوة اقتصادية، قوة صناعية، قوة عسكرية، قوة جغرافية في آسيا، قوة استراتيجية، كيما تحطها قوة. وفاندرلاين جايين وكان مبعوثين نتاع الولايات المتحدة الأمريكية، خلاهم يهضروا. هما هضروا هضرتهم، هو هضر هضرته، تسمى ما يتقلقش خلاص. وشتو قلت لكم يعني هو حتى كيبان يضحك، هو ما قاعدش يضحك، انسان على بالو. هو رئيس تاع الصين الشعبيه. تحسب فوندرلاين كي مشات العمليه العسكريه في اوكرانيا مع روسيا، نحاو هذيك الناس الملاح والعاقله هذيك تاع بروكسل البلجيكيه من راس الاتحاد الاوروبي، ونحاو ميركل وحطوا شولتز على رئيس المانيا وفاندرلاين من المانيا. بامر بامر من الولايات المتحده الامريكيه بالبنطاغون. هذا في الاول. درك هاي بدات الامور حاليا، بدات الامور ترجع عليهم ورغم انتماء فنلندا والسويد والحكايات تعملنا لهذه حلف الناتو، ماشي فارغ يعني، ظهر لي فارغ في فارغ، لانه هذا الحلف تاع الناتو بعد ما بقى يعني من المفروض يزول مع زوال الاتحاد السوفيتي في 91. وهكذا كانوا لي زاكور يعني كون وليو للحق. كان حلف الناتو هذا يفسخ روحه، حلف وارسو فسخ روحه، والسوفيتي فسخ روحه مع هذاك اللي كانت عنده خريطه في راسه هذاك، راح فسخ 15 جمهوريه. ومن بعد ولا الولايات ولا الغرب كامل يتوسع للروس بالاخر، يتوسع له الاخر في الجمهوريات هذه، غير الجمهوريات اللي بقات مواليه لروسيا. ونصب له في الصواريخ النوويه ومديروا عدو ما نعرفوا شي وحكايه، لانه عنده عقليه توسعيه مصالح كبيره للولايات المتحده وفي الصحافه الامريكيه، خاصه في هذيك الواشنطن بوست، وفي الصحافه الفرنسيه والمعارضه مع ميلونشون واحد السياسي. قالك توصل يعني هذا زيلينسكي توصل به المقام لما احتلت روسيا خيرسون كامله ورفعوا العالم الروسي ودمروا جميع الاسلحه تاع الغرب تاع الناتو تدمير كلي يعني رهيب. قال لهم كنت نقدر نفوز في الحرب تاع خيرسون، لكن المشكل كان في السلاح اللي مديته لي قديم. قال لهم اي حرب نقدر نربح فيها لو كان تعطيوني السلاح يعني العالي المستوى، ما يحب يحوس على الاف 35. ولكن في الواشنطن بوست وفي المعارضه قال لك صبح الغرب حتى في الولايات المتحده على بايدن
وعلى ولده. قال لك صبح الناطو كامل يخدم في المصالح ماهيش تاع الشعوب تاع اوروبا ولا الشعب تاع الولايات المتحده الامريكيه، لانه درك حاليا هاي 31 دوله في الناتو. 31 دوله في الناتو. يخدم في المصالح تاع بايدن وولده في اوكرانيا. عندهم مصالح كبيره، ثروات كبيره، ثروات كبيره. وهذو المعارضين يظهر لي ما قاعدينش يعارضوا هكذاك برك. يظهر لي المعارضين قاعدين يتكلموا في الصح. دركا صبحت الآلة تاع الحرب تاع الولايات المتحدة بانت باللي تحوس على يعني وكأنه لأنه احنا عندنا في أوروبا مثال في فرنسا كاين إعلام راديكالي في فرنسا. الأغلبية الإعلام ضد التسليح تاع زيلينسكي ومع الشعوب العربية عفوا الأوروبية. ولكن بعض الإعلام هذاك ما بين قوسين بالراديكالي مثل حصة لي زانديسبونسابل في الألسية هذيك البرلمانية الفرنسية، يعني ولاو يروحوا الأشياء تحليلية ليس لها محل من الإعراب. لما قدموا السفراء تاع الدول المعتمدين لدى روسيا أوراق اعتمادهم لدى السيد الرئيس بوتين، جعلوه ديكتاتوري وما حبش يصافحهم وما صرفقوش عليه. واحد الهضره يعني وكأنه الرجل محتاج باش يصرفقوا عليه السفاره. انا عمري ما شت والبارح والله للسيد رئيس جمهوريه الجزائر لما قدموا له السفراء اوراق الاعتماد نتاعهم واحد ما صرفق عليه. يتكلم معاهم وقدم لهم معاهم الاشخاص، ولكن كل دوله وعندها بروتوكولاتها. هو جا في يعني والله ما نحتاج الانسان يقدم مسؤوليه، لكن الصحافه تسقط في المواقع هذه تعتبر بالنسبه لي هذه مش صحافه. وهذه قلت لكم هذه الصحافه كل نتاع الصهاينه، هذه الصحافه تاع الفتنه كيما تاع خونا تاع فيصل القاسم. كيف ها منا وها منا ويشعلها. وهذه الصحافه يحب الحرب العالميه الثالثه ويشكروا في الرئيس نتاعهم. هادو يشكروا في الرئيس نتاعهم، يشوفوا فيه دار حاجه كبيره. هو بالعكس ما دار والو. هو لما راح مع هذيك فاندر لاين وهي راح تحت المظله تاع الاتحاد الاوروبي وكانها هي الرئيسه نتاعو. على هذيك المعارضه قالوا له رحت كغوفرنور نتاعك فلوريدا، بعثك بايدن، رسلك بايدن. لانه الحاله في الولايات المتحده الامريكيه سادتي الكرام نوضحها مع لما برأت العدالة في الولايات المتحدة ترامب، برأته من جميع التهم المنسوبة إليهم من طرف الديمقراطيين. وين زاد حكمت على هذيك المدعوة ما نشتيوش نسميوها لأنه الأخلاق نتاعها في الحضيض احنا ماهيش راح نسميو ما نحوسوش. حكمت عليها بتعويض جميع المصاريف القضائية وتبرئة هذا الرئيس السابق ال 45 كما يقول هو. وإن كان أنا كرئيس 45 للولايات المتحدة مانيش مع التوجهات نتاعو، خاصة لما سلم القدس كعاصمة لإسرائيل الكيان السوسي. في أشياء أخرى أراه واضح. الحاجة الشيء اللي أنا كرهته هذا الشخص لما دار هذيك لا سيناتور وينعت فيها كيما هكذا كوبوي. والله يهبطوا لنا المستوى خاوتي. وحقرت انت قاعدين تحقروا في الفلسطينيين، تحقروا الفلسطينيين. يعني هذا يظهر لي بوتين ان شاء الله يعني والجزائر وكذا القطاع غزه لازم ثاني يدير بالاسكاتسون. هيا انا رايي مع كاينه سلطه في الاخر. وهذه اللي منين تجي الدفاع يجي يضرب 35 الشعب اعزل ويريب في البنيات ما يبنيش فيهم هو، ويدمر في المنازل ويدمر ويقتل في الشيوخ ويقتل في كذا كما يحب.
لازم قوة صد دفاع جوي. يظهر لي غير الاس 400 والاس 500، يعني بربي ان شاء الله نوصلوا لها، بربي ان شاء الله نوصلوا لها وننصروا الشعب الفلسطيني ان شاء الله، وربي ينصر. الشيء اللي زاد يعني افاض الكأس في الولايات المتحدة هو الخطاب تاع ترامب امام الجمهور نتاعو ومحبيه، لما خرج بريء وبرأته العدالة، رغم انه برأته العدالة، ولكن قال لهم لازم العدالة هذه، وجهاز تاع الاف بي اي اللي حقق ثمن الجهاز تاع الاف بي اي هو اللي دار التحقيقات كله وحول الملفات تاعو للعدالة. قالوا هذو نحبسوا يعني نحبس يعني، والسيد راه متأكد من نفسه باللي يولي رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات تاع 2024. ويعني تهديد واضح، نحبس لهم التمويل ويتغير هذا الجهاز القضائي اللي يصبح يمشي بالتعليمات تاع الديمقراطيين. قال لهم هذا موش جهاز تاع شعب، وهذا الجهاز تاع الاف بي اي موش تاع شعب، تاع يعني تاع مافيا، هكذا حب يقول تاع الديمقراطيين، هكذا حب ترامب هكذا قال لهم. وين كان قلت لكم نختلف معه في قضيه هذاك الامضاء اللي داروا على القدس عاصمه السوس، هذاك ما ناش متفقين معاه خلاص ونختلفوا معاه. ويظهر لي نزيد ان شاء الله باه ما نزيدش نطول، الناس اللي مطبعه يرحم والديكم، هي خي شتو في الاقصى واش صرا يفسخوا التطبيع. لا عندي معك حتى ما عنديش معك تطبيع، انا تضرب الشعب بالطريقه هذيك. المسجد تاعنا كل والله تحاولوا تدخلونا نتوما القضيه تاع الاخرى هذيك تاع الابراهيميه ما توكش، ما يشوفوا شويه، تبعوا الشعوب نتاعكم. هاي قدامكم اخويا الجزائر، تبشوا على ما يشبك عاد بلاديه. شبيه الشعوب كلها وين تميل؟ الشعب يعيط، كل الشعوب العربيه من المحيط الخارج تعيط تحيا فلسطين، والاخر يجي يطبع علي انايا ويدير لها ما يسمعش الشعب تاعو خلاص عليه. البحرين هذيك رغم البيع اللي بايعه كل شيء، والصحافه الفرنسيه قال لهم اكبر ديكتاتور في العالم هذاك الملك تاع البحرين، هكذا في الالسي. ولو منضرب يعني العالم العربي رغم هذا التطبيع ورغم كذا، وفي نظر الناتو ماهوش حتى الغرب، الناتو كامل يعتبر معتبرينه كامل مايل مع الشرق رغم التطبيع، ويعتبروه كامل من الشرق الاوسط المغرب العربي، من صوف حبيبنا اللي منا. خاطر ما هذاك لازم يبيع قد باش يقول لهم انا يهودي صح، معتبرينه باللي في الصف نتاع الشرق، يعني تاع الصين ونتاع الاتحاد عفوا تاع روسيا. وكذلك الاعلام يحوس يصور، خاصه الفرنسي اللي وقلت لكم في تناقض كبير الاعلام، ولكن اصبحت الكفه الان تميل للاعلام وللمعارضه اللي تشوف واللي ترى الخير في عدم تسليح زيلينسكي والهدنه مع روسيا والتعامل مع الصين احسن من الولايات المتحده الامريكيه. اغلبيه في النخبه الشعوب لا غبار عليها، الشعوب عندها راي. هاني قلنا كي يعود يخطب رئيس بوتين يدير خطاب، الشعوب الاوروبيه كل تسمع له وباعترافهم هما. ولما تروح تلقى حتى داروا في القناه لو كان تشوفوا داروا بوتين تي في بليس في فرنسا، لانهم علاه عارضوا الفكره نتاع قطع نتاع القنوات تاع ارتي تاع سبوتنيك الروسيه. كيف انت تقول انا ديمقراطي تقطع الراي الاخر ما يعرفوش الاوروبيين؟ ومن بعد داروا لكم بوتين تي في بليس. فوالا ها صبحت انا صبح الغرب هو اللي في حاله في غليان. ك يعني الغرب
روسيا في الحقيقة ماهيش ماخذته بعين الاعتبار، يعني كدولة عظمى ماهيش ماخذة أوروبا في حد ذاتها بعين الاعتبار. هي اللي ماخذة بعين الاعتبار، ماخذة الولايات المتحدة بعين الاعتبار وعلى بالها، كما على بالنا احنا في دول العالم. تجي إدارة عندها أفكار، تجي إدارة عندها أفكار، ما نعرف متناقضين، ما نعرف متفاهمين، المهم يصعب التعامل معاهم، يصعب التعامل معاهم. ولو كان يبقى النظام الأوحد وبالشكل هذا، تصبح نتايا مفروض عليك تتعامل مع مثال مع الولايات المتحدة رغم الشيء اللي تقدمه الكيان السوس في إسرائيل، تصبح مرغوم مع التعامل معها، لأنها مسيطرة على كل شيء. تخرج من الولايات المتحدة، من منظمة الصحة، من منظمة كذا، من منظمات هذه الدولية الرسمية، كلها تابعة كلها تسير فيها تمول فيها الولايات المتحدة بالدولار. هذه الحقيقة. ولذلك الصين وروسيا لما يعملوا على إسقاط هذه الأحادية، ما همش باش يسقطوا الغرب، وإنما يسقطوا لازمهم من واحد، لازمهم ان بولير واحد اخر يكونوا فيه. والناتو كناتو ك ناتو الناتو يقول لك مثال في الصحافه الفرنسيه، الناتو ولا بالصحافه الامريكيه ولا البريطانيه اللي حابين الناتو يكون يعني يبقى، يشوفوا فيه للدفاع عن أي دولة في الحلف. من وعلى من حول هنا والناتو اللي يخلق في جهة أخرى، كما قالها الصحفيين والمعارضة الفرنسية، الناتو هو اللي قاعد يخلق في جهة أخرى للعداء باش تكون الحرب. لو كان الناتو يفسخ هذا الدفاع وكل واحد يروح الولايات المتحدة ورا المحيط أخويا، ورا المحيط ما عندهاش حتى دخل في السياسة الروسية وفي السيادة الروسية ولا في السياسة ل... الصينية. كذلك محاولة تبرير العملية العسكرية في 2003 نتاع الولايات المتحدة في العراق، وعدم تشبيهها من طرف الصحافة اللي ضد روسيا، وعدم تشبيهها مع العملية العسكرية في أوكرانيا. ولكن الصحافة المعارضة لا، والمعارضين يقول لك بالعكس، العملية نتاع العسكرية تاع روسيا هي اللي على حق، والعملية نتاع الولايات المتحدة في العراق هي اللي على باطل. وان كان حنا لما نتكلموا هكذا وكدوله جزائريه نو الين، يعني حنا دول من دول عدم انحياز من بكري، وحنا واشي نحلوا برك للجمهور الكريم باش يفهم، وباش ما نبقاوش يعني نتوسعوا بزاف ونستراتيجيو في الامور وكذا، الامور كلها مصالح. بعد سنيه مع هكذا بعض الاستثمارات مع فرنسا، داه للجنان هذاك الحديقه الوطنيه زهانغ هذيك تاع الصين، دار به شويه، وبعد قال له بالك شو مروح عنده 4 ايام شكوا مع فاندر لاين هذيك تقريب، جاو قالوا له طبق دير واش هو قدم مبادرة للحل، ولكن يحوسوا هما ماوش يقدموا ما همش. والديمقراطيين هذو اللي في الولايات المتحدة، وإن كان أنا كجزائري وكعربي انا هذه اللعبه نتاع ديمقراطيين وجمهوريين ما يدوخ العباد بزاف هذه. او يجيك الجمهور يجيب لك حوايج اخرى تضربك من جهه اخرى، ويبين لك حاجه اخرى كيما الديمقراطيين كيف يقول لك لا، قال لك الصين تتعامل تحت لتحت. شوف دوله عظمى وتكذب، هاي تاع العراق هذيك تاع البودره تكذب، وفي في الاخر تكذب في هذيك العمليه تاع الهولوغرام.
نتاع 2001 قدموا الشرح في العمليه نتاع القمر، تكذب كلها صارت في استديوهات في بريطانيا. ومن بعد يجي المهبول هذاك تاع جوريس بونسون، هذاك المخرخر بونسون تاع الولايات المتحده تاع بريطانيا، يقول لهم كلمني، ولكن على الرئيس بوتين يقول لهم ذكي جدا. قال لي رد بالك، يعني خذ حذرك بميسيل واحد، يعني بصاروخ باليستي واحد في ثواني تروح بريطانيا كامله. ايه هاو قالها لك، هاو قالها لك. قول له انت حاجه اخرى، علاه تبقى تهدر في الصحافه وانت رئيس دوله من بعد استقلت؟ خطر ما هو رئيس سيد صح على بلادو، من انت يا اشكال. خطر ما يمشيو فيك غوفرنور كيما خونا اللي في فرنسا واللي في الالمان تاع الولايات المتحده. دركا خاوتي بدات المعطيات تغير لما ترامب خرج البراءة، ولا صراع دركا امريكي. وصراع لما يكون امريكي يعرفوا بلي راح يكون هناك صراع شديد صهيوني. وان شاء الله احنا نتمنوا الخير لجميع الدول العربيه والاسلاميه وكل الدول اللي تسعى للسلام في العالم. كما يعني نشير للسيد الرئيس الجمهورية التونسية بالعودة نتاعو، يعني بالشفاء والحمد لله يا رب العالمين. وكان حضر لذكرى وفاة الرئيس السابق رحمة الله عليه السيد الحبيب بورقيبة، ونهنيه كامل الشعب التونسي على يعني على الذكرى هذه. ننتقل فقط للنقطة الأخيرة باش ما نطولش عليكم خاوتي، واللي يصنع الحدث واللي يهبط المستوى خلاص هو الزريبة. هاو نكونوا نتكلموا في أشياء يعني تخدم الشعوب، تخدم كذا، لكن كاين هناك ناس ما يخدموش الشعوب نتاعهم، يحبوا يخدموا أشخاص. نبداها بالفزازي لحية العتروس. الفزازي لحية العتروس منافق بنسع. واش يقول؟ يشيد بالجالية اليهودية لأنها تروج للسياحة في المغرب، ويشيد بها. ويقول ماذا يقول؟ يقول باللي هذه الجالية أحسن حتى من الجالية تاع الشعب المروكي اللي في الخارج. ما نعلقش. ثانيا الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، لو موند تاع فرنسا، هذا فرونس 24، الاذاعات نتاع الصهاينه هذوك الاف 24 ولا جو سي با، هذيك كلها واش في التقريرات نتاعها في جيش الدفاع الصهيوني الجنود كل اللي يتكلموا باللغه العربيه كلهم مغاربه، يفتخر بهم خونا موح 6، ويفتخر بهم لحية. علاه قلت لكم لحية العتروس منافق؟ هاي يفتخر بهم هذو، وهذو يخليهم انا يعاودوا يدخلوا المغرب وكي يجيو سياحة يجيو للمروك في مراكش ويدوروا، وما قتلوا 2 ولا 3 أطفال. تسمى يجيو 10 كل واحد في يدو روح نتاع 3 4 أطفال غزاويين ولا من الضفة الغربية. هاو قلت لكم هذه الزريبة هذه لازمها تزول. كذلك هذوك اللي يكشفوا عليهم يهضروا وبلا ما تهضر علينا، تهضر نيويورك تايمز ولا حنا ونشوفوا في الأقصى نسمعوا بودنينا لما يتكلموا بالعربية الجنود مع المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى بالعربية. وهذوك شكون؟ من الأردن مستحيل، من الجزائر مستحيل، من منين؟ من تونس مستحيل، من المغرب، من هذا المروك. واضحة الأمور، واحد ما يصبغ لنا حنايا.
وهذا بقى فيه امان. هذا المهلكه هذه ما فيهاش امان. ولما علنت المملكه هذه المهلكه اول البارحه افلاس البنوك. وهاو الساده ايها الساده المشاهدين، باش نكونوا منهجيين، يعني ماشي نتكلموا كان عندنا شحن كبير، ما عندنا حتى شحن كبير، لانه الحمد لله عايشين في وطن عزيز وكبير وفيه رجال بكل معنى الكلمه. بدات لما صندوق النقد الدولي بدا يضغط على القروض نتاعو. هو قلنا سياسه مصالح، ويوجهها كما يحب، نحي لي المصنع هذاك، حط لي هذاك، نحي العمال، هبط الاجور، علي الاسعار، نخليها عليهم على باباهم ضربه واحده. ولا واش داروا؟ اعلنوا على الافلاس نتاع ما يقارب 125 بنك مغربي مروكي. نتيجة واش؟ ماشي نتيجة انه القروض هاي قروض، ولكن نتيجة اللصوصية الموجودة. بالنسبة باش خاوتي هذه في قضية الإعلان تاع الإفلاس، هي عملية تاع ردة فعل من طرف المملكة المخازنية، وتقدر تكون صح. لما لا؟ لأنه الأموال كل سرقوها في الحسابات نتاع الهولدينغ الملكي، اللي الشعب للدرك في فيديوهات كنا نشوفوا فيه من العشية مازال يقول اخنوش لازم يروح. اليوم فيديو بعض المواطنين اللي في المروك على كل حال، ونحن نحترموهم رأيهم على كل حال، يشوفوا في اخنوش هو المفسد. او موش اخنوش هو المفسد الشاف نتاع الفساد كامل هو الملك. والاموال نتاعكم يا الشعب المروكي تاع الذهب وتاع الفوسفات ونتاع كل شيء كلها في الهولدينغ الملكي. حتى نتاع المخدرات المحرمه دوليا ومجرمه تاع الهولدينغ الملكي. واعلان البنوك هذه اللي علنت الافلاس نتاعها وعلنت عليها وزاره الماليه هذه المروكيه، لانها اموال تاع الشعب، ما عندوش سوارد ما يحط في البنوك. فخر الشعب ما عنده والو، الشعب ما لقاش واش ياكل، يروح يحط السوار عنده الاموال يحطها في البنوك؟ ما كاينش. بصح العمليه هذه ما تنقضش المهلكه مع الدوله الجزائريه في قضيه الديون وتعويض، مش تعويض، استيفاء، يعني ايفاء الديون الموجوده على الدوله، على الزريبه فيما يخص الغاز الجزائري، لانه كل ملف متكامل. بالتالي احنا كشعب وحتى الشعوب العربيه في المروك كل شيء مكتوب، تروح للطيران الخطوط الملكيه، حتى الجيش الملكي، يعني كل شيء في المروك ملك الملك والعائله نتاعو. هذا هو الهولدينغ. كي يقول ندي الاموال تاع الذهب ويحطها في الحسابات نتاعو تاع الفوسفات، ملك الملك، هما الشعب قابل كيما هكذا. ولكن مع اليهود لا، اليهود يعطي لهم، اليهود يسلم لهم يعني اعتمادات، ويعني ويسرح لهم كل شيء ويعيشهم في الرفاهيه ويستثمروا كما يحب. ولكن القبائل والعرب والريافه وذوك والو، مساكن عايشين معيشه ما ربي يكون هما ثاني. في كاين الاطفال هذوك، انا الاطفال يحز في قلب المناظر نتاعهم في المروك، خاصه في جهه الريف، جبال الاطلس، مناظر تقشعر لها الابدان. هذه الشيء اللي حبيت يعني نوضحه بالنسبه للديون. بالنسبه للدوله الجزائريه تستفيد الديون تاعها من عند الهولدينغ، لانه عنده الاموال كل تاع المروك، وهو الغاز هو اللي يسخن به اليهود اللي معاه، الرفاهيه كله منين؟ هما الاموال عندهم.
لما تكون طائرة مكتوبة فيها الخطوط الملكية والباخرة في البحر مكتوبة فيها باخرة محمد الخامس، في البحر المتوسط مثال، من حق الجزائر تحجزها وتحجزها باسم الملك ومش باسم الشعب حتى المروكي. حتى في القضاء يصدر الحكم في العدالة هذه الزريبة هذه اللي ما حبوش يهديهم ربي خلاص، يصدروا الأحكام باسم الملك مش حتى باسم الشعب. عمركم شفتوا أحكام قضائية تصدر باسم الشعب؟ ها الولايات المتحدة كاملة واش فيها من تناقضات، وترامب خرج قال لهم العدالة هذه لازم تتبدل وهي اللي برأته، لأنهم قال لهم في الأول مشات ضدي وقبلت التحقيقات تاع الاف بي اي وبرشوه من طرف الديمقراطيين. هذا هو لب الحكايه في الولايات المتحده الامريكيه. وزاد قال لهم انا لو كان بقيت رئيس ما روسيا ما تحت ما ديرش العمليه ونصفي كل شيء بالمفاوضات. وهو كذلك مع الفكره نتاع الولايات المتحده الديمقراطيين هما اللي يخدموا في بايدن وولدوا في اوكرانيا. وهذاك المريض تاع زيلنسكي قال لهم زيدوني السلاح برك المتطور ونقدر نحرر الدونباس ونحرر. انت واش اللي تحرر يا البعوش؟ واش اللي تحرر؟ يهدر ويديو عاود تريكو هكذا داير كيما البوندي هذوك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في آخر المطاف أقول لكم صحة سحوركم، في لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.